لونها من شدة الخوف. قالت وهي تشير إلى باب الدار: والله إني رأيت بأم عيني حين خرج الضيف حيات تزحف وعقارب سوداء وحشرات مقززة وصراصير ونجاسات وقذارات مظلمة، كلها تخرج من زوايا البيت وتتبعه إلى الخارج كأنها كانت مختبئة فيه. ثم خرجت مع دفعة واحدة، فابتسم الرجل الصالح ابتسامة هادئة وقال لها بصوت مطمئن: يا أختي، إن البيوت التي يذكر فيها الله ويكرم فيها الضيف لا يبقى فيها أذى ولا شر، وما رأيته ليس إلا رمزا لما يخرج من القلوب والبيوت من ضيق ونفور وشرور ووساوس. ثم قال: أحسنوا استقبال الضيف وأحسنوا توديعه، فإن الضيافة تطهر البيوت كما يطهر الماء الأوساخ. فعلمت الزوجة أن إكرام الضيف ليس خسارة، بل هو بركة ونور وطهارة للبيت والقلب. وفي زماننا هذا كثرت الفتن في بيوتنا، وكثر الشقاق، وازداد الطلاق، وغاب السكون، لأن البركة قد قلت. وما رفعت البركة من بيت إلا حين غابت الأخلاق وقطعت الصلاة وأغلق باب الضيافة. فأعيدوا البركة إلى بيوتكم بذكر الله وبحسن الخلق وبإكرام الضيف. نسأل الله أن يؤلف بين القلوب ويجعل بيوتنا